انت فاكر انك لما بتدفع 1000 جنيه اعلانات عند مثلا فيسبوك، هو بياخد ال 1000 جنيه دي يوديها فقط للناس المهتمين بس بمنتجك؟ تعال اقول لك ازاي الالجوريزم بتاعت الاعلانات بتسرقك وبتضيع فلوسك حرفيا على الارض، الا لو عملت الحركات اللي انا هقول لك عليها في اخر الفيديو. بص يا هندسه، الفيسبوك وكل المنصات الاعلانيه هدفها ان هي تصرف الميزانيه بتاعتك، مش بالضروره تجيب لك مبيعات باسعار كويسه. هو بيحاول يوصلك لاكبر فئه ممكنه عنده والسلام، الا لو انت اللي لجمته ووجهته صح. المشكله فين؟ المشكله في اوبشن اسمه اودينس اكسبانشن او ادفانتج بلس اودينس. دي الاوبشنز اللي عن طريقها الذكاء الاصطناعي مثلا عند فيسبوك بيبدا يوسع دايره جماهيرك ويوصل لناس اكتر. كأن مارك زوكربيرج بيقول لك سيب لي انا الطلعه دي، انا عارف جمهورك فين، هوصلك ليه. الحقيقه بقى ان الالجوريزم دايما في الاول بتدور على ارخص ناس وتطلعك ليهم، مش اجود ناس او اكتر ناس فعلا مهتميه بالمنتج بتاعك او عايزه تشتريه. فاعلانك بيظهر لناس تعمل لايك، تعمل كومنت، تسال بكام، وهوب، فص ملح وداب. طب يا عم سامر، حنفيه العبث دي نقفلها ازاي؟ دي ليها طرق كتير. تعالى النهارده نتكلم عن اول واحده وهي الاكسكلود او الاستبعاد. جرب تعمل استبعاد للناس اللي اشترت منك بالفعل قبل كده، وده عن طريق البيكسل كاستم اودينس. جرب تستبعد الفئات اللي انت فعلا شايف ان هي مش ممكن تشتري المنتج بتاعك. جرب تستبعد الناس اللي بتفتح فيسبوك من موبايلات قديمه جدا. لو واحد شايل موبايل ثمنه 1000 جنيه مش هيشتري منتجك ابو 500 600 جنيه. والاهم هو البليسمنتس او المواضع. اوعى تسيب المواضع كلها للادفانتج بلس، هيوديك في داهيه. اقفل المواضع اللي ما بيجيش منها كونفرجن. واخص هنا بالذكر الاودينس نتورك. لازم في كل اعلان ليا اقفل البليسمنت بتاعت الاودينس نتورك دي، عشان بتجيب اطفال حرفيا ما بيشتروش، والاوردرز الفيك بتبقى على ودنه. الخلاصه ان الفيسبوك ذكي جدا، بس لو سبت له الحبل على الغارب هيعمل فيك ما بدال. بس انت ميديا باير شاطر، لازم تبقى انت اللي سايق، مش مارك هو اللي سايق. وبكده انا قلت لك